السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. الداخلية يحرز هدف في بداية المباراة علشان يخطف ال3 نقاط من إنبي اللي حاول بشتى الطرق إنه يعوض، ما قدرش. حاجة كويسة طبعا إن أنا أجيب جون بدري وأقدر أحافظ عليه على مدار ال90 دقيقة. برضو كان الحارس الداخليه الزنفولي بصراحه عمل مباراه كبيره وطلع كام واحده ما يطلعوش، علشان الداخليه يحصد اول 3 نقاط بهدف عبد العزيز السيد. سموحه والجونه 1-0 في بدايه المباراه في اول 5 دقائق لسموحه، ثم المباراه سجال حتى الدقيقه ال5 من الوقت البدل الضائع في المباراه، الدقيقه 95 من ضربة جزاء يقدر يتعادل الجونة علشان يخطف بونت من فم الأسد زي ما بيقولوا. المباراة الثالثة معانا بلدية المحلة، الوافد الجديد والمقاولين العرب. البلدية تقدم بهدف عن طريق عبد الرحمن سمانة وقدر يطلع الشوط الأول 1-0، ثم الشوط الثاني كابتن شوقي غريب عمل تغييرات كتير عشان يرجع للمباراة، ما قدرش. بس انا شايف البلدية معاهم مدرب واعد احمد عبد الرؤوف بيلعب على قد امكانياته، بصراحة بيلعب على قد امكانياته. عامل توازن ما بين الدفاع والهجوم، وقدر يحرز هدف تاني علشان يأمن ال3 نقاط. بس السؤال هل احمد عبد الرؤوف هيقدر يلعب بالاسلوب ده امام كل فرق الدوري؟ اكيد الاسلوب هيتغير مع الفارق، بس هل التوازن ده هيفضل موجود؟ ما عندوش نجوم، ما عندوش اسماء كبيره، بس عنده لعيبه كويسه، عامل ترابط في الخطوط، عامل توازن بين الدفاع والهجوم بصراحه، وقدر يخطف مباراه مهمه من نادي المقاولين الحصان الاسود لدوري 22-23. ثم اخر مباراه معانا منذ قليل فاركو وفيوتشر. الفريقين كويسين، بس انا شايف فاركو يعني هجوميا يعني مش اللي هو هجوميا، فرقه منظمه بس مش اللي هو هجوميا، بدليل ان هو جه فيه جون، استقبل هدف في الوقت الضايع في الدقيقه 47 من الشوط الاولاني، ثم هدف تاني في الشوط الثاني في الدقيقه 66، وقدر فيوتشر يحسم ال3 بونت لصالحه، 3 بونت مهمين قدر يحصدهم في بدايه الدوري. طبعا يا جماعه حاجه مهمه جدا ان انا ابدا الدوري ب3 نقاط في رصيدي، بتدي دفعه للمباريات اللي جايه بالنسبه للعيبه، الاجهزه الفنيه، الاداره، فدي حاجه كويسه. وباذن الله انتظروا حلقه نار مباراه بيراميدز والزمالك باذن الله. السلام عليكم.